لا تنبسط يا برشلوني على هي النتيجة وعلى تأهلك يا جماعة. والله من برشلوني عم قل لك اياها، لا تنبسط هي على هي النتيجة. الجولين لا تنبسط عليهم، لازم اقل شيء كنا فوتنا 5 6 7، لانه فريق من درجة تانية هلا كنا عم نلعب فيه وما فوتنا اقل شيء 5 جوال. كنا لازم نفوت، فوتوا علينا جولين، قدروا يفوتوا علينا جولين وطلعوا تسلل. بس المصيبة انه هن قدروا يسجلوا علينا، علموا علينا يا جماعة فريق درجة ثانية. ما بعرف، ما عم بفهم. الفريق كله اساسي. انا ماني راضي على هذا الاداء، ماني راضي على هذا الفوز يا جماعة. والله عيب من فريق درجة تاني يفوت علينا جولين. ما شو بدي احكي واحد. مبروك، انبسطوا. ما في اذا بدكم انبسطوا، ما بدكم تنبسطوا ما بعرف، بس من جهتي انا ما حانبسط. فمنشان هيك انتوا اكتبوا لي تحت ارائكم بالتعليقات، واذا بعدكم مو متابعين تابعوني وحطوا لي لايك. شباب، انتصرت برشلونة صح بجدارة واستحقاق، لكن اكو شيء واحد لفت انتباهي. انتبهتوا لسليمان كامار؟ هذا اللاعب اللي قدامك هذا لاعب خيالي. شنو يصير لو راسه بدال فينيسيوس؟ والله العظيم لو بيدي حتى فلوس انطي فوقه. قسما بالله لاعب ب60,000 حظ. يمرر تمريره بالعمق ذكرني بتوني كروس. يا اخي المهاره اللي عنده ذكرني مسعود اوزيل. قسما بالله لاعب ب60,000 حظ. تحركوا اكو لاعبين نجوم. يا اخي جيبوا هؤلاء اللاعبين، جيبوهم يا اخي جيبوهم. والله فيني ما راح يشتغل لا هذا الموسم ولا الموسم اللي بعده، ما راح يشتغل. طفل ولد طفل هذا حده. اخواتي الكتالان، خلص الماتش يا اخواتي الكتالان، ونحب نشكر خوان جارسيا قوي على التصدي الاخير ده. احنا بنحبك اقسم بالله ملك، واحنا انت بالنسبه لنا احسن حارس في المجره كلها. ونحب برضو نشكر المعلق اللي كان بيعلق على ماتش النهارده ده. الحمد لله ان الماتش خلص، نشكر ربنا ونبوس ايدينا وش وظهر ان الماتش خلص على المعلق ده. والله انا عايز اسال سؤال، هو مين كاسودو ده؟ هو ليه مصمم ان كاسادو اسمه كاسودو؟ وانيس بدري نزل بيقول لك اصل بدري الطبيب، بدري الجراح. جراح ايه يا مولاي؟ جراح ايه يا عم؟ الحمد لله يا جدعان. حاسس ان برشلونه النهارده كان بيلعب اللي هو ايه، هكسب بس من غير ما ابذل مجهود ومش عارف، ضيعنا كتير. بس حاسس ان لعيبه برشلونه نازله اللي هو ايه، مش عايزه برضه تضيع مجهودها. الحمد لله يا جدعان على المكسب. هنروح ان شاء الله يوم الاحد نلاعب ريال سوسيداد في الانويتا. طبعا ريال سوسيداد اخر فتره مش احسن حاجه، فباذن الله خير ومكسب مضمون ان شاء الله. برشلونه هيواصل في السلسله بعد كلمه هانز فليك. سطروا برشلونه اخر 11 ماتش او 12 ماتش كلهم فوز. الف مبروك يا اخواتي الكتالان، الصعود لدور الثمانيه. كان الله في عون مدري هذا الفريق شو اسمه، تشكيله 3 فيه يا جماعه. برشلونه فايت يا معلم، مش شاتني مقتول، فايت خلاص هيك. ذبح يا ساتر. 3 فيه ما في غير رافينيا يا معلم، وبتكمل التشكيله كلها على بعضها. توقعاتي 4 برشلونه اليوم. هذا هو الانتصار يا اخوان. خوان جارسيا، واخيرا هالمباراه المقيته هاي كيف جابها. قسما بعزه الله ايدينا على قلبنا يا اخوان. مباريات الفريق الدرجه الثانيه صعبه. هلا بده يطلع لك اراء، طبعا اراء منبطحه. فزتوا بالزور بشق الانفس، انت ما تاهلت، على الاقل انا تاهلت. عم بلعب امام فريق درجه ثانيه متصدر الدرجه الثانيه رسمي. الحمد لله اجى الفوز واخيرا يا اخوان. في كثير يعني علامات استفهام على كل المباراه، ولكن هيك مباراه بدك تغض النظر عنها كلها، عن التبديلات، عن الاداء، على مستوى اللاعبين، بغض النظر عن كل شيء. هي مباراه فخ، ولكن الحمد لله طلعنا بانتصار. برشلونه ملك كاس السوبر، فريق السوبر الى كاس، الى ربع نهائي كاس ملك اسبانيا، حامل اللقب ان شاء الله، اللقب للموسم الثاني على التوالي. الف مبروك يا اخوان، فيسكا بارسا دائما وابدا. انت كنت مستنيني يخسر كيفك ولا ايه؟ كيف اخسر بوجود هذا المايسترو هانزي فليك؟ ها؟ شفت المباراة؟ شفت هاك التبديل اللي سواه؟ فيرمين لوبيز يدخل في الدقيقة 59 يعطيك اسيست الهدف الاول. ايش هذا؟ برشلونة يعاني هذا الموسم، حاله مثل حال ريال مدريد، لكن برشلونة يعرف كيف يكسب النقاط، يعرف كيف يكسب الأطراح السهلة. أوكي؟ ريال مدريد على مستوى الأسماء أفضل بكثير، عندكم فيني، عندكم بابي، عندكم رودريجو، لكن ريال مدريد يلزمها مدرب كبير، يلزمها مدرب يحترموه، فهمتني؟ وهذا ما تجده في برشلونة، الجميع يحترم فليك. هذه اللقطة في أول الموسم يبين لك تقدير لاعيبة برشلونة لهانزي فليك. خلاص
هوني ثقلت الهزيمة على هانزي فليك، هزيمة ورا هزيمة. وقتها رافينيا مشي للكوتش ووعدوا، قالوا نوعدوك باش نتحسنوا. من وقتها برشلونة ما عادش يخسر، فهمت؟ هوني قوة العلاقة بين شكون؟ بين المدرب واللاعيبة. وهذه مشكلة ريال مدريد. ريال مدريد يلزمها مدرب أكبر من اللاعيبة. مثلا زيدان، انت كيف تدخل في غرفة الملابس تقولوا انا مبابي، يقول لك قصص انا زيدان، فهمتني؟ هذه هي، يلزمك مدرب يحترموه يخافوا منه. للأسف ريال مدريد هذا الموسم موسم مشاهدة برشلونة والتعلم من الأخطاء. ايوه يا قرش، فرق الدرجه الثانيه اللي انت بتحبها. يا جدعان في احصائيه غريبه قوي، توريس النهارده لمس الكوره 16 مره بس، في اللمسه 16 حطها جون، اقل واحد لمس الكوره في الفريق. توريس هو واحد من احسن اللعيبه اللي بتتحرك من غير كوره، عشان فيرمين ينزل يدير السرور اللي يخلص بيه الكلام كله. فرقه راسنج دي الفرقه الاولى في الدرجه الثانيه، فرقه رخمه يعني. برشلونه النهارده ما كانش سهل، والحمد لله انه عدى. عشان يمين يامال، امين يامال، لامين يامال، جمال يمين يحط الثاني النهارده، وانا نسيت اسمه النهارده، نسينا اسمه. كان نفسي اشوف كانسيلو النهارده والله.